صباح الفل. النهارده بقى انا في دوله عربيه، عندي ورشه كده مع قيادات حكومه من اتقل الحكومات في المنطقه العربيه ما شاء الله، في العالم يعني ما شاء الله. المفروض انا جاي اعلمهم وكلام من ده. دايما بعمل حاجه في الاول كده، اخلي كل واحد يقدم نفسه بالباك جراوند بتاعه واشتغل في ايه، بالباشن بيحب ايه، بالحاجات اللي بتستفزه، بعرف عنه كل حاجه، بالبراند بتاعه كل حاجه. اكتشفت ان انا النهارده في حضره 22 شخصيه بجد قويه جدا، خبرات عاليه جدا في حاجات كتيره جدا وكل حاجه. انا جاهز، هعمل شغل زي الفل ان شاء الله، ويستفيدوا مني جامد جدا ان شاء الله. بس انا قررت النهارده هيبقى اكتر الايام اللي انا جاي اتعلم فيها، فعامل خطه كده ان انا كل شويه اتكلم مع حد اتعلم منه اكبر قدر ممكن من التعلم. احنا لن نتقدم اطلاقا الا طول ما احنا بنفكر نتعلم من كل حد، من كل حد، مفيش حد ما عندوش قصه يحكيها. فالنهارده دي سكتي، النهارده سكتي هتعلم على قد ما اقدر، باخد كل بريك بسال كل واحد اسئله، بيعملوا اكسرسايز قدامي بسالهم على كل حاجه، ولما يجي لي فرصه كده اتكلم مع حد لوحده، عملت ده ازاي؟ عملت ده ازاي؟ نجحت ده ازاي؟ عندنا ناس يا جماعه في كل مجال في حياتنا ناجحين جدا، حتى لو في حته صغيره، في الاراده، في الصمود، في معرفه فنيه، حاجه تقنيه. لازم نتعلم نلعب مع كل حد نتعلم منه. مش هطول عليكم، يوم حلو ان شاء الله، واتمنى كل واحد فينا يحط في خطته كده كل يوم عندي 10 دقائق تعلم، مش اكتر من كده. لو تدخل على الانترنت جنب الهزار واللايكات والشيرات وشير والكلام الغريب ده، يبقى جنبها شويه كده ايه، بتعلم حاجه جديده تفرق جدا في حياتنا. ده اللي بيفرق الناس. كان حد باعت لي امبارح بيقول ان هو سافر الامارات، حد صاحبه قال له النبي هجيب لك شغل، بقاله شهر والفيزا قربت تخلص، ما جابلوش اي حاجه خالص، وهو في الاخر بيتكلم على ايه، اشتغل في شركه صرافه ولا حاجه. عمرك ما تتقدم وانت ما عندكش اي معرفه خالص، لازم يكون عندك حاجه تميزك، يونيك سيلينج بروبوزيشن، طرح متفرد للبيع. انت بالذات اشتغل معاك ليه، اشغلك معايا ليه، عارف حاجه مختلفه، عندك شخصيه قويه في حاجه معينه، عندك قدره على التعلم جامد، بتنجز، بتنتج، بتتعامل مع اي حد. قوي نفسك في حاجه، وتقوي نفسك ازاي؟ بالتعلم، التعلم حتى في مالك. يومكم حلو ان شاء الله.